مساء الخير. في حياة كل واحد منا كل يوم مواعيد ولقاءات كثيرة، لكن بعض المواعيد واللقاءات تختلف اختلافا نوعيا عن غيرها، لأنها تجيء في لحظات شديدة الحساسية أو لحظات مشحونة بالمشاعر أو لحظات أزمات تكون فيها المصائر معلقة فوق الرؤوس. لكن هذه اللقاءات لا تبقى فقط في الذاكرة، ولكنها تحفر لنفسها ركنا فيها وتظل موجودة وحية، وتكاد تكون بالدفء وبالتعبيرات السريعة والمتلاحقة والمتقاربة والحميمة. يعني واحد من هذه اللقاءات كان لقاء مع جمال عبد الناصر يوم 10 يونيو. نفتكر انه يوم 8 هو كلمني وقال لي على الموقف في الجبهة كما رآه في ذلك الوقت، وطلب مني أن أساعد في إعداد مشروع خطاب بالتنحي، وأنا كنت موافقه عليه كما شرحت، وهو كان لابد زي ما هو قال لابد يمشي. والتاني يوم الصبح حكيت أنا طويلا يوم الجمعة 9 كيف كنا طول اليوم في مكتبه ونتحدث في موضوع خطابه للتنحي ونناقش مشروعه، وكانت لحظات فعلا متعبة جدا يعني. وحدثنا أيضا أنه ظللنا يقظين، كل الناس ظلت يقظانة طول مساء وليل يوم 9 وحتى الفجر، يوم 10 يعني وحتى الفجر. وشرحت كيف حدث ما حدث في الشوارع وفي الشارع العربي كله وفي المدن العربية كلها وفي العواصم العربية كلها، وكيف أن العالم حتى العالم الخارجي كان في حالة صدمة لقرار التنحي. وشرحت الظروف اللي اضطر فيها العودة عن قراره، وآخر مرة اتكلمنا فيها كان حوالي الساعة 12:30 يوم السبت 10، وكان طلب مني ان ابلغ جوابه لمجلس الشعب للرئيس انور السادات وقتها والى محمد فايق وزير الاعلام. وفي هذا التليفون الساعه 12:30 تقريبا او 12:30 ل 5 قال لي هشوفك بالليل، وانا في المساء يعني، وانا كنت قلت له ما تخليها ما تستريح شويه. قال لا لا معلش، وبعدين انتهت المكالمه. وبعدين بعدها بشويه على بعد الظهر الساعه 3 اتصل بي سيد محمد احمد سكرتيره في ذلك الوقت، وابلغني ان الموعد الساعه 7:30 مساء. وانا ترجيت سيد محمد احمد اذا كان ممكن يوصلني بالرئيس، لانه كنت انا شخصيا كنت مستهول جدا انه اشوفه في نفس اليوم، لانه انا عارف ايه طبيعه ما قاساه في ذلك اليوم، سواء من ناحيه المشاعر، من ناحيه الهموم، من ناحيه الاثقال، من ناحيه الناس اللي اندفعت في هذه الفتره من كبار المسؤولين يحاولوا يشوفوه. وكان رأيي أنه هذه الليلة هو يحتاج إلى أن ينام أكثر من أي حاجة تانية لكي يستطيع في الصباح أن يكون قادرا على اتخاذ قرارات لابد من اتخاذها ومواجهة مواقف لابد من مواجهتها. وفعلا كنت قاعد يعني كنت بترجى محمد أحمد أنه يوصلني بيه، أنا كنتش قادر أتصل بيه لأنه هو ما كانش في مكتب حتى يعني، فطلبت كان في الصالون وكان عنده ناس كتير قوي، فمحمد أحمد ما كلمنيش. وانا رجعت ذكرته تاني، ذكرت محمد احمد تاني اذا كان ممكن يوصلني بالرئيس. في ذلك الوقت اتصل بي الرئيس السادات، وكان جاي من عند الرئيس عبد الناصر، كان ضمن الناس الموجودين مع الرئيس عبد الناصر. وانور السادات في التليفون بيقول لي، هو طبعا كان راجل كان قاسى زي كل الناس، لكن بيقول لي، انا بقول له ايه الاخبار هناك؟ قال لي يا محمد، هو الوحيد اللي كان بيقول يا محمد على فكره، يا محمد هديته حيلي، انا اتهدي حيلي. قلت له كلنا زي بعض، لكن يعني المساله مساله لم تعد مين اتهدى حيله دلوقتي، لكن يعني ماذا يمكن. قال لي انا عارف انك انت هتروح النهارده بالليل عند المعلم زي ما هو ما كان بيقول، وانا كنتش موافق قوي على التعبير، لكن هو انور السادات كان دايما من ايام عمله في تحت الارض وكذا كان عنده بعض المرات يستعمل اوصاف وانا كنت بلاقيها ظريفه معاه، لكن ليست ظريفه مع غيره. يعني انا ما اقدرش اتصور انه حد غير انور السادات كان ممكن يقول معلم. فبيقول لي، بقول له انا
بفكر ما اروحش، عاوز النهارده عاوز اكلمه، انا مستني التليفون لاني مش عايز اروح، لانه انا حاسس انه تعبان فانور السادات هاج وقال لي لابد تروح، انت عارف كذا وكذا، وهو بشكل او اخر بيستريح في الكلام معاك. وهو انور السادات فعلا كان واحد من الناس القريبين جدا واللي عارفين طبيعه العلاقه بيني وبين جمال عبد الناصر، لدرجه انه مرات نبقى كنا قاعدين، مرات تبقى قاعدين سوا كتير قوي، فيقول لكل الاخرين يلا بينا ونسيبه مع محمد يتكلموا ويتكلم معاه كلام يعني. ويمكن كانت الميزه الاساسيه في هذا الموضوع، وانا لا اعتبر ان ليها فضل فيها، واني كنت بتكلم بصراحه. انا بعتقد انه صداقه رئيس دوله خصوصا اذا جمعت بينها ظروف تجعل هناك ألفة، لأنه أنا عرفت جمال عبد الناصر من قبل أن تحيط بي هذه الهالة الأسطورية، واتكلمت معاه واتناقشت معاه، وربطت الظروف والتجارب بيننا بصداقة تسمح لي أنه أقول ما عندي، وأنا أقوله دون تردد، وأنا أقوله بأدب بما يليق بي من أدب، ولكنه كلام صريح. لأن أنا بعتقد، واحد من الناس بعتقده من قراءة التاريخ حتى، يعني من قراءة التاريخ بقدر ما هو ممكن على اتساعه، يعني انه هناك مسؤوليه واحده لكل من تضعه المصادفات او الظروف بقرب رئيس الدوله، وهذه المهمه هي ان يتحدث معه بصراحه. اذا وجدت قاعده ثقه فليس هناك مبرر اطلاقا لاي صداقه مع رئيس الدوله الا انه صديقه يصارحه برايه سواء صح او خطا، لكن يعتبر انه واجبه الرئيسي ان يفتح له قلبه، لانه رئاسه الدوله عاده لا تسمح للجالس فيها بانه يرى ويطل على كل شيء، يستطيع ان يستشعر بحواسه اذا كانت روابطه مع الجماهير ومع الشارع قويه، لكنه حتى في هذه الحاله يحتاج باستمرار الى صديق يثق فيه اولا، ثم يستمع إليه ويستمع إليه بجد، يعني لأنه عزلة المناصب خصوصا عندنا في الشرق مطرح ما يعني أنا لما أشوف على سبيل المثال، أنا شفت كينيدي وكل معاونيه بيندهروا باسمه الأول، ما فيش فيه، وشفت مارجريت تاتشر وحتى وأكبر أعوانها وزرائها بيقولوا لها مارجريت، لكن أنا عارف عندنا في الشرق الانحناءات واللف الايدين والجري والهرولة، انا عارف بتعمل ايه، وممكن قوي تعزل وتقيم ستار عازل بين اي حاكم وبين الناس. لكن انا اعرف ايضا انه هذه العلاقه اللي بيني وبين جمال عبد الناصر كانت دايما بتضايق ناس كتير، ولانه يكاد يكون انا كنت المدني الوحيد تقريبا اللي يستطيع في اي وقت انه يكلمه. انا عارف انه كان بيسمع لمدنيين كتير غيري، خصوصا مثلا حد زي فوزي، زي الدكتور فوزي، زي الدكتور محمود فوزي، بيستمع كتير قوي، وكان يستمع كتير قوي لعلي الجريتلي وكان يحب يقعد معاه. كان يستمع لمحمود رياض، ما هوش مدني لكن نص مدني، هو كان عسكري لكن بعد على العسكريه فتره طويله. لكن انا بعتقد انه انا كنت المدني وبمحض مصادفات المدني الوحيد اللي قادر انه يصل وان يقول راي، وان ده كان بيضايق ناس كتير قوي، واظن عمل لي مشاكل مرات، لانه هو كان دايما يحرص على انه كل شهر لابد ان نجلس جلسه مناقشات حره ومفتوحه، وانه لا يقيدها قيد، وانه مرات حتى طلب مني ان اكتب الورق اللي هقول ايه اكتبه له على ورق، وانا كان رايي انه انا اذا جلست وكتبت له ورقه على شكل تقرير فقد تحولت من صديق الى موظف، وانا لا استطيع ان اعمل ده، او على الاقل في ذلك الوقت كنت بقول ولا ازال على حال، يعني انا ما عنديش صله برؤساء ولا حاجه ابدا، ولا حال بحقيقي يعني مكتفي، لكن انا عمري ما كتبت ورقه له ابدا، لكن كل موضوع كنت عاوز اتكلم فيه كنت بخليه الموضوعات الكبيرة، يعني بخليها الجلسات المناقشة الحرة والمفتوحة لما يجي وقتها، وكنا بنعملها مرة تقريبا كل شهر. وبقول عملية لي مشاكل لأنه مرة من المرات هو في هذه الفترة بعد 67 كان تعبان جدا، وقال لي احنا عاوزين نقعد نتكلم وفي قضايا كتير قوي عاوزين نتكلم فيها، ما تكتب لي اللي انت هتقوله اقراه على مهلي كده. وانا قلت له انا ما بعملش ده. فهو عمل فيا يوميها حاجه غريبه قوي. انا رحت في المعادي، كان عندنا ميعاد، رحت في الميعاد وقعدنا،
وانا بديت اتكلم واتكلم بصراحه على احوال الدوله، بادئا من اول هو ومكتبه الى من نشاء في شرح كل الاوضاع. وبعدين انا لاحظت انه وانا بتكلم معاه ان هو في حاجه كده شرد مني بعض الوقت كده. كلمت حوالي 3/4 ساعه دون توقف الا اسئله من جانبه وانا بتكلم. وبعدين خلصنا الكلام فهو قال لي طب تعالى نطلع بره في الجنينه. فطلعنا بره البيت، انا يعني اورايت عاوز اطلع بره نتمشى بره نتمشى بره. لكن اول ما طلعنا بره قال لي ايه؟ قال لي عايز اقول لك حاجه بوضوح. قلت له اتفضل. ايه؟ قال لي انا عملت فيك النهارده اظن مقلب فظيع جدا، بس انا والله ما كنت قصده. قال لي لاني عارف انه انا تعبان قوي، وقد وانت بتتكلم مرات بتتكلم بسرعه وبتطلع من موضوع لموضوع وحاجات كده، فانا طلبت من مكتب يسجلوا هذه الجلسه. فهم في المكتب بره بالتاكيد سمعوا كل اللي انت قلته، وقلته في نقد مكتبي وفي نقد تعطل حاجات وفي نقد كذا، اي حاجات انا قلتها كتير قوي وقتها. فهم عرفهم. فانا حبيت اقول لك واقول لك انه انا اسف لده، والحقيقه كان كبيره منه. انا الحقيقه اتضايقت قوي يوميها، قلت له يعني انه ده انفير، قلت له انه هذا غير عادل. لان بتكلم قال لي معلش انا هذا هو الوضع، انا حبيت اقول لك. لكن المهم يعني فهو هذه الجلسات انا كنت بخليها باستمرار جلسات مفتوحه وجلسات حره. لكن يوميها يوم 10 يونيو انا لم اكن اتوقع ان احنا عندنا جلسه من هذا النوع. لكن اما كلمني محمد احمد تاني قال لي سياده الرئيس بيقول لك الميعاد زي ما هو 7:30 وتعالى وانت مستعد لجلسه مناقشه مفتوحه. انا ده مش وقت مناقشات مفتوحه بيتهيألي. لكن بدالي لما دخلت عنده، لما رحت عند جمال عبد الناصر 7:30، لما دخلت مكتبه في بيته بدالي انه فعلا رجل يحتاج الى مش بس يسمع، يحتاج الى ان يطرح خواطر في رأسه على صديق يثق فيه. ويحتاج الى انه هو قدامي واضح ان الراجل اللي قدامي واضح انه مرهق جدا، لكنه حواسه وعقله وعينيه حتى بتلمع، حواسه متيقظة لأنه الموقف يدعوه إلى كتير قوي من التفكير والتأمل وعاوز يناقش مع حد بشكل ما. راجل واحد مفاجئ بموقف هو لم يكن يتوقعه، 2 مفاجئ بتطورات مشت على عكس ما كان يتصور، مفاجئ بأنه موجود وأنه مسؤول وأنه بيواجه لحظة وهو شاف الناس، شاف العالم العربي شكل فيه ايه وشاف العالم الخارجي فيه ايه وكان حاسس انه بشكل ما انه في يعني عاوز يعبر عن موقفه. حتى لدرجة ان لما دخلت بيقول لي ايه؟ بيقول لي مين يصدق بعد احنا امبارح ودعنا بعض، وفعلا احنا كان امبارح بعد ما خلصنا مشروع خطاب التنحي وهو رايح يلقيه في قصر القبه على الشعب، فهو سلم عليا لاخر مره وقال لي انا مش عارف احنا هنتقابل امتى ولا في اي ظروف، لكن انا بترجاك. والحقيقه كان عاطفي جدا وانا وقفت الكلام لانه بيقول لي انه عاوزك تعرف في كل الظروف انه كان عندك اخ وانا قلت له فندم اترجاك بلاش الكلام ده لانه الكلام ده هيخلينا نضعف في هذه اللحظه. وعلى حال سلمت عليه، سلمنا على بعض، وهي انا كنت معتقد انها قد تكون اخر مره اراه فيها، واظن ان هو كان بادل لي نفسه، يعني اظن ان هو كان بنفس الموقف، لكن لانه ما كانش حد قادر يتصور ما سوف يحدث في الغد، لانه في هذه اللحظه الساعات والدقائق والثواني كانت مشحونه بعواطف ومشاكل وقضايا وفي زحمه اشياء ما حدش يقدر فيها يقدر أين يكون غدا في مثل هذا الوقت، يعني في مثل هذا الظروف. وبعدين فهو بيقول لي أنا ما كنتش أتصور إن هنتقابل مرة تانية بعد 24 ساعة مما كنا فيه. وهنا طرح سؤال ليه؟ أنا عايز أقول إن أنا عادة كالعادة بكل لقاء كل حاجة عندي بطلع بعدها بفترة، دي المقابلة دي أنا كتبت النقط الأساسية اللي فيها، ما قدرتش أكتبها في نفس اليوم يوم 10 بالليل، لكن كتبتها يوم 11 وهي في ذهني واضحة وحاضرة. لكن هو بيقول لي ليه؟ فأنا قلت له أنا تفسيري، لأنه فعلا هو كان
مستغرب ليه الناس عملت كده وليه العالم الخارجي عمل كده. قلت له انا عايز اقول لك انا فكرت في هذا كله، وانا استطيع اقول لك كده اوف ذا كف، يعني على طول بالبديهه كده، انه ببساطه كده الناس، اول حاجه الناس لم تكن تعرف احد غيرك، وانا بتصور انهم كانوا معذورين لما تمسكوا بيك، لانه بصرف النظر عن اي حاجه تانية هم لما بيعرفوش حد تاني، وهم في موقف معين، وهم على اي الاحوال موقف معين صعب جدا، وهم في كل الاحوال يتصوروا انك انت الذي تعرف دخائل هذا الموقف، وانت الذي تستطيع ان تواجه مشاكله ومصاعبه. فانا بعتبر انه هذا ما هوش بس مجرد مشاعر، لكنه أنا بعتقد أن احنا في هذه اللحظة رأينا أو لمسنا الحكمة الجماعية لشعب. لأنه لما في شعب بيطلع spontaneously بمشاعره، يطلع بإرادته الحرة، هذا أصدق شعور أو أصدق تعبير لإرادة جماعية لشعب ما بيقعدش يناقش، لكنه بيعبر وبيبقى صادق في هذه الأحوال لما يبقى بإرادته الحرة وبتلقائيته الحية فيه. فقلت له أنا بتصور أنه لا، يعني الأهم حاجة فيها أنه ما رأيناه بالأمس وهذا اليوم هو تعبير طبيعي عن شعب يراك موجود قدامه وما عرفش حد غيرك في هذه اللحظة، ولا يتصور وأنت وصلت معه إلى هذه الدرجة أن يتصور حد تاني يستطيع أن يمسك بزمام الموقف وأن يحاول تصحيح ما جرى. والحاجة التانية فيما أتصور أنه الشعب، فيما أحسست أنه الشعب وهو بيقول لك كمل، وأتصور أنه بيقول لك هذا استنادا إلى تجارب سابقة. ما فيش شعب في الدنيا يجي يحكم عليك من تصرف واحد ومن عمل واحد ومن خطأ واحد، ولو أنه خطأ فادح ما حدش هيحكم بيه، لكنه الناس كلها هتحط رصيد تجربتها معاك، رصيد معرفته معاك، وإنها في هذه اللحظة بتعمل حسابات دون أن تجلس وتمسك بورقة وقلم وتعمل زائد وناقص وناقص وزائد وصالحك وضدك. لكنه أظن الناس حكموا عليك في هذه اللحظة وبتلقائية بمجمل أفعالك، وهم مستعدين أن يعطوا فرصة أخرى. ولكنه أنا أتصور أنه هذا أيضا بيرتب أشياء. هو بدأ بعد ما سأل ليه، أظن هو ما ردش عليا في هذا الموضوع، لكن أنا أظن أنه بدأ يتلقى، لكنه بدأ بعد كده فاستطرد كأنه بيكلم نفسه. لكنه أظن أنه إحنا طال بنا الوقت وإحنا قاعدين، أظن أنه لمدة تقريبا يمكن لمدة ساعة أنا لم أقاطعه إلا باستفهامات أو باستفسارات، وهو كان بيتكلم كما لو أنه رجل يريد أن يثبت أفكاره وأن يختبر ما يقوله وأن يسمعه بنفسه بصوته، لأنه هو في لحظة، عادة في لحظات الشك وفي لحظات القلق وفي لحظات مواجهة مصائر كبرى، الناس مرات تقعد مع نفسها وتقعد تتكلم وتتمنى لو كانت تسمع صوتها وهي تتكلم، لكي يترسخ في سمعها وفي ذهنها وفي وعيها ما يدور في عقلها. يبقى مش بس بيفكر فيه، لا بيفكر فيه ويعبر عنه بالصوت وباللفظ وبالإيحاء وبالإحساس إلى آخره. أتصور أنه في هذه اللحظة أنه جمال عبد الناصر كان بيتكلم بهذا المنطق أو بهذا الأسلوب. وأعتقد أنه أنا قلت قبل كده عن هذه الورقات اللي كتبتها، أنا كتبت في ذلك الوقت، كتبت حوالي 17-18 ورقة وبعد هذا اللقاء، وأظن أنه هضطر أرجع على بعضها، لأنه هذا لقاء أنا بعتقد أنه كاشف ولا يزال حتى هذه اللحظة. هو بيقول لنا حتى كاتب أنه بدأ يتكلم وكأنه يتحدث إلى نفسه. وبعدين بيقول إيه؟ بيقول أنه أنا الموقف العسكري سيء جدا، لكنه أنا بعتقد أنه مما يستطيع الجيش ممكن يتلم، تعبيره الجيش ممكن يتلم. هذا الجيش، هذه القوات، أنا بعتقد أنها عانت وواجهت موقف صعب جدا، وأنا بعرف إيه اللي يعني أقدر أتصور وبعرف إيه اللي جرى، لكنه أنا أتصور أنه
لن يكون صعبا ان احنا نلم الجيش بعدها، وانه انا شايف انه احنا في موقف بيقول ايه. احنا السؤال الاولاني كان ايه ليه اللي حصل، السؤال الثاني ايه اللي جرى، وبعدين بيقول ايه اللي جرى لانه كان يريد ان يتثبت مما جرى في الجبهه. وهنا جاء كلامه عن القوات المسلحه، وهنا جاء كلامه على انه يستطيع انه يلم الجيش. وفي ذهنه كان في ذلك الوقت الفريق فوزي. قال لي ان الفريق فوزي هو متجه الى ان الفريق فوزي يبقى قائد عام القوات المسلحه، ومتجه الى عبد المنعم رياض يبقى رئيس اركان حرب. وبيتصور انه في ذهنه انه فوزي يستطيع ان يفرض او يستطيع ان يحقق نوع من الديسبلين، من النظام في الجيش بعد كل هذا الذي حدث. وانه الاعداد فوزي مهمته هي جمع الجيش، وعبد المنعم رياض مهمته كرئيس اركان حرب هي التحضير لمعركه قادمه. وهو كان بيقول انه ليس هناك في رأيه كل الخيارات مقفولة أمامنا إلا أن نعود مرة أخرى إلى ميدان القتال، لكنه هذه قضية تبدو في تلك اللحظة، تبدو في مصاف الأحلام البعيدة. يعني كلام يعني لسه بدري قوي حد يتكلم في ده. لكن هو كان بيقول إنه فوزي للديسبلين، عبد المنعم رياض للتخطيط، وإنه هذه مهمة قد تكون صعبة لكنها ممكنة، وممكن قوي لم الجيش. لكن ايه اللي جرى؟ هو في ذلك الوقت كان بيتصور، وانا اظن انه تصوره كان صحيح، ان احنا كان في مقدورنا جدا انه نعمل معركة دفاعية معقولة، وحتى في غيب الطيران. ضربة الطيران كان اكثر مما اي حد متوقع، وظروف انا شرحتها كلها، الظروف كلها وما اعطاه الامريكان وما اعطاه كل الناس للاسرائيليين، واستعدادهم هم. لازم اقول انه ما كانوش مجرد اداء، انهم ناس استعدوا. لكن هو كان يرى هذا كله، ويرى ان الطيران، ضربه الطيران كانت مفاجاه، لكنه برغم ضربه الطيران كان في استطاعتنا ان نصمد. وهو كان قلق جدا الحقيقه من شكل ما جرى، لانه اعتبر ان ما جرى ليس فقط ضربه قاسيه، ولكنه ايضا انطوى على اهانه. لانه قرار الانسحاب الذي صدر مفاجاه بهذه الطريقه من سيناء، سحب القوات بهذه الطريقة، مهما كان القياس على 56 أو أي غيره تاني، عرض الجيش لعملية هو كان دايما بيسميها أنه أصعب حاجة هي الحركة، أن يصطاد جيش أو أن يمسك بجيش وهو على الحركة دون دفاعات كافية. والجيش إذا كان في جيش متحصن في مواقعه فهو آمن إلى حد ما، لأنه متحصن في موقعه وهو قادر على أن يصد. لكن إذا هذا الجيش خرج من موقعه وبدأ ينسحب، وانسحاب كامل من سيناء في ليلة واحدة، فهذا هو كان غير قادر على فهمه، رغم أنه اعترافه بأنه ضربة الطيران كانت عملية أكبر جدا مما كان يتوقع أي حد. فهو كان هنا بيتكلم على المعركة. وبعدين بيقول إحنا بدأ هو ينتقل للخيارات السياسية، وأنا هنا ده اللي بيهمني في الخيارات السياسية. بيقول ايه؟ وانا الغريبة جدا انه انا حسيت في هذه اللحظة انه هو لم يستبعد شيئا ولم يؤكد شيئا، لكنه كان راجل بيحاول بيتكلم مع نفسه. فهو بيقول نصطلح مع اسرائيل، يعني هل نقبل انهم هيفرضوا علينا شروطهم؟ وهو خارج من هذا بانه هذا مستحيل، ليس هذا ما يريده الناس، ولا ما يحقق مصلحة مصر، ولا ما يحقق مصلحة الأمة. لأنه هو كان بيتكلم باستمرار، بيتكلم وهو في ذهنه حقائق استراتيجية حتى بعيد عن العواطف وبعيد عن المصالح، لكن كان باستمرار في ذهنه فكرة الدفاع عن مصر. وهو كان دارس لأليمبي، لأنه هو رسالته في كلية أركان حرب كانت على نظرية أليمبي في الدفاع عن مصر، في المارشال أليمبي يعني، اللي هو كان قائد القوات البريطانية في الشرق الأوسط في الحرب العالمية الأولى، وله نظرية في الدفاع عن مصر وأنا اتكلمت عنها. وإنه رأيه إنه خط الدفاع الأخير عن مصر هو خط غزة بير سبع، لكن الخطوط الأولى متقدمة زي تحتمس، زي إبراهيم باشا، زي نابليون، إنه في الشام، في شمال الشام. لكن خط الدفاع الأخير الممكن هو غزة بير سبع. فهو هو بيتكلم بيقول إنه أنا يعني استسلام لإسرائيل أنا لا هعملها ولا الناس عايزاها، فهو هذا خارج مطروح، غير مطروح. وأنا عندي، هو بيقول عندي مشكلة لم تحدث، لا تحدث وليست موجودة في أي بلد. هو بيقول إيه؟ بيقول إحنا
في وضع غريب قوي. احنا عاوزين نبقى مستقلين وعاوزين نبقى غير منحازين، والعالم موجود فيه كتلتين، والناس اسهل تنضم الى الكتله دي او تنضم الكتله دي، لكن نحن اخذنا موقف صعب ولم نكن نستطيع بالنظر الى دواعي الامه ان احنا ناخد غيره. بمعنى ان احنا ما كناش نقدر ننحاز للامريكان، لانه الامريكان لهم مطالب، والانحياز للامريكان يؤدي بنا في النهايه الى اسرائيل. والامريكان لهم مصالح كبيره جدا، لكن الناس لهم مصالح، وقد نعترف ولازم نعترف بانه هذه المصالح، لكن هذه المصالح على قدم المساواه ومن موقع الاستقلال وليس من موقع غيره يعني. فاحنا رفضنا نروح مع الامريكان ونمشي معاهم، عاوزين صداقه معاهم، لكنهم لا يقبلوا بصداقه، لا يقبلوا الا بتبعيه. النهارده الامريكان لا يقبلوا من اي حد، حتى في وقت اوباما لا يقبلوا من اي حد الا ان ينفذ وان يطيع يعني. طيب بعدين بيقول طب والسوفيت؟ وبعدين هو بيقول لي السوفيت انا لا استطيع انه انحاز، انا السوفيت اصدقاء، والسوفيت ادونا سلاح في وقت ما كانش عندنا سلاح، وانا عارف ان عندهم مصالح وليس هناك ضرر، لانه طبيعي انه اي حد بيساعدني بحاجه يامل انه من وراء ذلك يحصل على نفوذ ويحصل على صداقه ويحصل على مكاسب اقتصاديه، لكن في فرق بين لا يعتدي على السياده، ده موضوع تاني. وبعدين هو بيقول لي في تلك اللحظه بيقول لي انا مع الروس انا عملت السنه اللي فاتت احنا عملنا معاهم حاجات غريبه قوي واحنا في شده الاحتياج لهم، لكن هم جم طلبوا برنامج زيارات للاسطول، برنامج زيارات متفق عليه مبكر طويل، برنامج طويل لزيارات الاسطول السوفيتي الى الموانئ المصريه سواء اسكندريه وبورسعيد، ونحن رفضنا وقلنا لهم انه والله بورسعيد واسكندريه جاهزين في اي وقت عاوزين تعالوا باختار، لكنه انا ما بحطش برامج طويله. طلبوا انشاء مستودعات تخزين بترول في اسكندريه، وانا قلت لهم اطلاقا ما نقدرش، انا مش عايز حاجه لها وجود مستقر على ارض، لكن قلت لهم الاسكندريه مليانه بترول، في اي وقت انتوا عايزين تيجوا بترول تعالوا في المينا في زياره وخدوا البترول اللي انتوا محتاجينه زيكم زي اي اسطول تاني، لكن انا لا استطيع ان اعطي للسوفييت مواقع لتخزين بترول يحتاجوه في اسطولهم وتبقى ثابته وتبقى مبرر للزيارات باستمرار طول الوقت، وهذا انا اتصور انه ينتقص من تصوري لموقفنا المستقل. بيقول لي انهم جمعة طلبوا مننا ان احنا نعمل مناورات مشتركه في البحر الابيض من الاسطولين، اسطول مصر والاسطول السوفيتي، وقال لي انا رفضت لانه اعتبرت في ذلك الوقت ان احنا نعمل مناورات مشتركه معاهم. النهارده المناورات المشتركه كتير قوي يعني، بس مش مع السوفيت يعني، ولا ما بقوش السوفيت موجودين، لكن في مناورات مشتركه كتير قوي. لكن هو في ذلك الوقت قال انا رفضت فكره المناورات المشتركه لانه المناورات المشتركه تعني عدو واحد، تعني تهديد واحد، تعني استراتيجي واحد، وتعني كفاءة مطلوبة لعمل محدد في اتجاه معين، ولا تكون مناورات مشتركة إلا بين حلفاء، وأنا صديق لهم جدا لكني ببساطة لست حليفا. احنا قعدنا، هو بيقول بقى بيكمل كلام، بيقول احنا قعدنا بنتمسك بالاستقلال. النهارده بيقول لي انا ساعات افكر هل كان ده صحيح؟ هل كان ده لازم؟ هل كان لازم نعمل؟ الم يكن اسهل بالنسبه لنا ان ننحاز لطرف من الاطراف؟ بيقول احنا موجودين في وضع غريب قوي، بنتأبى على العالم كله وبنحاول نقول ان احنا مستقلين وبنحاول نؤكد هذا الاستقلال بكل وسيله، لكن العالم منقسم لكتلتين ولا مجال بينهم الا بصعوبه. قال لي الملك فيصل قال له مره، قال له انا سياده الرئيس طال عمرك، لكن انا عدم انحياز، احنا بنقول كلنا عدم انحياز، لكن في النهايه لازم نقرر احنا فين. فكره عدم الانحياز كانت فكره غير واضحه وغير مفهومه في اذهان كتير قوي، في اذهان ناس كتير قوي، لكن هو بحقيقي كان مقتنع بيها. بعدين بيقول انا بقول انا غير منحاز قدام امريكا، وانا بأناصر حركه تحرر وطني في كل مكان، وانا بقف مع حركه تحرر وطني حيث تكون، وبدي سلاح وبدي معونات، لانه لنا مصلحه هنا في مصر، هنا مصلحه في العالم العربي كله في انه حركات التحرير تنتشر وانها تزيد، خصوصا في افريقيا، لانه وهو كان رايه انه اسرائيل تريد ان ترث
الدور المصري، تريد أن، وفعلا أنا شايف النهاردة حتى في إسرائيل إزاي بتحاول ترث الدور المصري والتواجد المصري في منطقة. لكن على أي حال هو بيقول أنا واقف قدام أمريكا وبساعد حركات التحرر الوطني، لكن عندي حاجة ما هيش موجودة في أي مكان في العالم بالنسبة للأمريكان. عندي قاعدة على حدودي مباشرة تستطيع الإمبراطورية الأمريكية منها أن تضربني في أي وقت. ما فيش بلد في العالم، هو بيقول الصين ما كانش جنبها قاعدة من هذا النوع. حتى لما الصين لما طلعت انتهت الحرب الأهلية وراح جنرال تشانغ كاي تشيك إلى فورموسا، في بينه وبين الصين شاطئ الصين أكثر من 300 كيلو، لكن هو في رأيه أنه لم يحدث أنه أي إمبراطورية كان عندها قاعدة قريبة وجاهزة للضرب كما هو الوضع في وضع إسرائيل، في حالة إسرائيل بين وسط الدول العربية، قادرة في كل وقت على أن تطلها الإمبراطورية الأمريكية، يعني تطلها وأن تخضعها بشكل ما أو تطوعها، بلاش تخضعها، أن تطوعها بشكل، وهذا صحيح. يعني أنا كيسنجر قال لي مرة واحنا بنتناقش بعد فك الارتباط، بيقول لي هنري كيسنجر وزير خارجية امريكا، بيقول لي انا عايز اقول لك حاجه، اسرائيل هي اللي ارغمت الزعماء العرب كلهم يجوا لنا سنه 73 74 الى ابواب البيت الابيض، فما تنسوش ده. لكن في هذا الوقت يوم 10 يونيو سنه 67 جمال عبد الناصر بيقول لي انه احنا جنبنا وضع ليس موجودا في أي مكان في العالم. الإمبراطورية الأمريكية الراغبة في الحفاظ على مصالحها، الراغبة في بسط نفوذها في هذه المنطقة، لديها ميزة ليست موجودة لأي إمبراطورية فيما يتعلق بنا، لأنه عندها قاعدة جاهزة ومجهزة تطل منها أي حد فينا في أي لحظة في أي وقت. كل ده انا سايبه الحقيقه، يعني انا كنت حاسس انه هذا رجل يريد ان يتحدث بالدرجه الاولى مع نفسه، واذا كان عايز حد قدامه فهو عاوز حد يختبر امامه او يختبر معاه اراءه وتصوراته. فهو واحد في هذه اللحظه متمثل انه لا حل الا معركه. نمره 2 متمثل انه اسرائيل لا يمكن اطلاقا أن نبحث معها موضوع صلح إلا في ظروف مختلفة تماما ليست متوفرة لا حاليا ولا في أي وقت، ولا يمكن تقبلها إسرائيل، لأنه هو من وجهة نظره لم يكن ممكنا إلا بالكثير قوي قرار التقسيم، ولكن فوق هذا لم يكن ممكنا على وجه الإطلاق. حتى كان دايما يلفت نظره موضوع أنه إسرائيل تسعى إلى نوع من قناة سويس أخرى ما بين خليج العقبة إلى أسدود، إلى منطقة أسدود، وكان دايما يقول إنه بن غوريون عاوزها كرديف لقناة السويس أو كبديل لقناة السويس. وكان دايما يقرأ بن غوريون لما بن غوريون بيكتب في مذكراته إن إحنا بالضبط إسرائيل لابد أن تكون لها نفس المزايا الموجودة لدى مصر من ناحية الموقع، البحر الأحمر، البحر الأبيض، والوجهاد التواجد في قلب منطقة الشرق الأوسط. لكن مصر لما كانت بتعمله وهي منتمية، إسرائيل بتعمله وهي جسم غريب أو عاوزة تعمله وهو جسم غريب. وهو كان يتصور أنه إسرائيل باستمرار عايزة مصر تبعد عن مشرق العالم العربي، وعايزة مصر تبعد عن إفريقيا، وفي الآخر تستنى زي ما بعض أصحابنا دلوقتي طالبين بور ليتل إيجيبت، مصر الطيبة الغلبانة الفقيرة اللي هي كده الناس تتعامل معاها كده اهو مكسورة الجناح، يعني كده زي ما هي كده. في ذلك الوقت حتى ونحن في ظل هزيمة لم نخرج منها، أنا كنت بتصور إنه وأنا قاعد أسمعه بيتكلم بهذا الشكل إنه الصور قدامه واضحة وبيتكلم على خيارات الموقف، معتقد إنه من ضربنا ليس إسرائيل، معتقد إن إسرائيل كانت أداة الضرب. لكن هو حتى في هذه اللحظة بيقول لي أنا ده عندنا كفاية قوي يدلنا على CIA عملت كده، لكن لازم أعرف إن إحنا أخطأنا لأن إحنا عرضنا أنفسنا على الأحوال، لكنه هذا جهد أنا لم أكن أتصور إن CIA تبقى قادرة عليه، وإنه يبقى في محاولات للإخفاء بهذا الشكل. لكنه إحنا النهاردة بنعرف إلى أي مدى وصلت قدرة المخابرات الأمريكية، أو بقى خصوصا في عصر بوش،
انه وفي عصر نيكسون قبليه ان المخابرات الامريكيه خاضت حروب والفت جيوش وعملت سلاحا وقلبت انظمه وعملت ما لا يعمل، لانه هذه كانت فتره الحرب البارده، كانت فتره الانقلاب من الداخل، والسي اي اي اخذت فيها كميه من السلطات بلا حدود. على اي حال في هذه اللحظه احنا قاعدين بنتكلم وهو بيتكلم وانا قاعد اسمعه، حقيقه اسمعه باهتمام. وبعدين انا جاء علي الدور اتكلم. هو كان اول سؤال كان بيطرحه هو ليه؟ وبعدين وانا قلت له اجبت على هذا السؤال بقدر ما رايت في ذلك الوقت. السؤال الثاني اللي كان بيطرحه طب ايه اللي جرى؟ وهو اتكلم على قرار الانسحاب، ضربة الطيران وهي كانت اوسع كتير جدا مما كان التقدير، جنب اخطاء من جانبنا بلا حدود. وبعدين ما اضاف عنصر هو كان جرحه جدا، هو عنصر تعريض الجيش لانسحاب على الحركه في ليله واحده من سيناء بهذا الشكل، وهذه نقطه انا اخذتها بعدين اتكلمت فيها. السؤال الثالث هو موقفنا في هذا العالم ودور اسرائيل في هذا الصراع الموجود بين كتلتين، وانها موظفه لخدمه احدى الكتلتين، وهو يرى انه هذا موقف غريب جدا، لكنه موقف صعب جدا، لكنه هو رؤيته لها واضحة، باعتبار انه اذا كان بيتكلم عن مصر وحدها فهو ميؤوس منها، الموضوع ميؤوس منه يعني. لكن في ذلك الوقت بدأ يتكلم عن الأمة، وكيف يمكن انه مرة تانية ان احنا كيف يمكن جمع شمل الأمة. وأظنه في هذه اللحظة هو كان شايف أخطاء في أنه هو بشكل أو آخر في فترة الستينات وبعد الوحدة وظروف الوحدة واليمن وما بعد اليمن، أنه الأوضاع في العالم العربي سمح لها، وهو بيقول وانا مسؤول عن ده في جزء منه، انها تتفاقم الى هذه الدرجه، وان العالم العربي تنفك وحدته، وانه او تنفك روابطه بقدر ما هو ممكن، يعني بحيث لا يستطيع اي عمل مشترك، وبحيث ان كل واحد بيبقى يدور على حاجه تانية وبيجد سبيل اخر الى ما يريد، وما فيش حاجه اسمها صف عربي بنتكلم على حاجه تانية. فهو كان بيرى ايضا في هذه اللحظه انه كيف يمكن لم المسائل. انا بعد كده جاء دوري ان اقول له، قلت له انا كل اللي انت قلته ده انا بعتقد انه مظبوط، وبعتقد انه انا اقدر افهمه جدا، لكن انا عايز اضيف اليه حاجه واحده، وانا عارف ان مش وقتها. انا قلتها بامانه وكتبتها فيما بعد، يعني كتبتها اقصد بعد اسابيع، يعني ما كتبتهاش على طول. لما كتبت وقلت انه اي نظام بيعجز عن حمايه حدوده بيفقد شرعيته، لكن ما هو اهم من ده انه الشرعيه ما هياش مجرد تواجد، انه شرعيه. في هذه اللحظه قلت له انا بتصور ان احنا محتاجين ايضا في حاجه تانية مهمه جدا نتكلم فيها. قلت له وانت بتتكلم على قرار الانسحاب بتاع عبد الحكيم عامر، انه عبد الحكيم عامر طلع قرار انسحاب في لحظه معينه قاس فيها على 56 وقاس فيها على تصوره، انا هنا بعتقد انه هذا موقف لابد من الوقوف عنده، لانه يستحق الاهتمام، يستحق ان نقف عنده، لانه هو ده معناه له معنى مهم جدا. وقلت له انا بتصور انه احنا الحقيقه يعني، قلت له فكره الدوله، قلت له انا بتصور انه المهمه الرئيسيه اللي كانت موجوده في مسائل كتير اخذت الاوضاع الى بعيد، وفي حاجات هايله اتحققت، وفي اشياء كتير قوي اتعملت، لكن انا بتصور، قلت له انا بقالي كتير قوي وبتكلم فيها وباستمرار كانت في ذهني وارده، وانا اتكلمنا فيها قبل كده، لكن انا بتصور انه انا جنب اعاده بنى الجيش، جنب إعادة بنى العمل العربي المشترك على أساس معقول، جنب إعادة ترميم علاقتنا مع القوى الكبرى خصوصا الاتحاد السوفيتي وخصوصا الولايات المتحدة الأمريكية، جنب ده كله أنا بعتقد أنه لابد من التفكير جديا في إعادة بنى الدولة، لأنه لا يمكن إطلاقا حد يقول لي أنه لو أنه كان ما كانش ممكن عبد الحكيم عامر يطلع قرار من نوع انه انسحاب قوات. انا قلت له في ذلك، قلت له انا شفت قرارات فرديه كتير قوي في تاريخ مصر. قلت له شفت الملك فاروق لما دخل حرب فلسطين على عكس راي وزارته، القرار صحيح، قد يكون صحيح، نصرة فلسطين في ذلك الوقت صحيحة، لكنه هو مسألة كيف صدور قرار، أن يصدر قرار عن الملك فاروق والوزارة تتعارض وبعدين الوزارة تطيع، أنا شايف إنه ده كلام صعب جدا. قلت له أنا شايف في وقت الثورة في قرارات كتير جدا أخذت
قد تكون كلها لا حق، كلها قد تكون فيها حق. قناة السويس كان فيها حق، التأمين كان له حق، لكن في قضايا لابد وهي تنفذ أن تكون في نظام دولة وراها. وأنا بتصور إنه صحيح الوقت ما جاش نتكلم فيها ده كله، لكن قلت له أنا بترجى إن ده يوضع في اعتبارك. في ذلك الوقت كانت عمالة تيجي تقارير عن أسباب ما جرى، لأنه هو كان موضوع لماذا جرى ما جرى، هو ده كان موضوع ملح عليه. أنا قدامي 3 تقارير من التقارير اللي جاءت في هذه الفترة عن ما جرى وفي تحليل ما جرى. قدامي 3 تقارير في أسباب ما حدث. في تقرير الفريق مرتجي اللي أنا أشرت إليه مع عدة مرات، بتكلم على الفريق عبد المحسن مرتجي اللي كان قائد عام قوات الجبهة، وهو في تقريره بيقول على أسباب، وحتى هو بيتكلم على أسباب النكسة، في أسباب النكسة، لكن بيتكلموا على حاجات بيتكلم على القيادات. كله ده كلام نافع ومهم جدا، لكن أنا بعتقد إنه مش هو الموضوع الأساسي. بيقول لي مثلا إنه القادة لم يتحصلوا على علم الحديث، البعض كانت تشوف تصرفاته الخارجية وسمعته بعض الشهوات من القادة. صحيح، ممكن. القادة لم يشتركوا في مشروعات داخلية، القادة ما كانش عندهم وقت للعلم العسكري الكافي. وبعدين بيقول إن عقدة الأمن وقفت حائلا في انتخاب الصالح، واعتمدنا على أفراد قلائل من مظهرهم الخارجي أنهم ذوي ولاء، فوضعت الثقة فيهم بينما أهملنا القاعدة العريضة والتي هي الكل. كل ده وارد إنه، بس عايز أقول إنه مش هو ده القضية. الاتحاد السوفيتي، الجيش السوفيتي كان كل وحدة من وحداته فيها كوميسير للأمن للحزب، لكن ومع ذلك الجيش عمل حاجة وهزم قوات الألمانية، انتصر على القوات الألمانية، على قوات هتلر. لكن عايز أقول إنه كل هذا كله ورد وصحيح. وبعدين الدراية لم تكن متوفرة، والأجازات كانت كتير، والتدريب ما كانش كافي، وحرب اليمن أثرت. كل ده مظبوط، كل ده مظبوط، والفريق مرتجي ربما كان له حق فيه. التقرير الثاني اللي قدامي تقرير من المخابرات العسكرية، تقرير كاتبه الفريق صادق، محمد أحمد صادق، وبيقول إنه في تقريره بيقول دون الاستهانة بالقدرة العسكرية الإسرائيلية يمكن القول إنه جميع الظروف المختلفة وكذا، والنصر ده كان أكتر قوي من قوة إسرائيل. مظبوط. وإن إحنا كان عندنا إهمال، وعد الأسباب إنه في شلل في الجيش. كان في شلل، وكان في شلة شمس بدران، وكان في شلة مش عارف علي شفيق، وكان شلة صدقي محمود وإسماعيل لبيب، وكان في أسباب على مستوى القيادة، إنه عدم بناء الرئاسات، عدم التنظيم، عدم الاهتمام بالواجبات، مواجهة أي محاولة إصلاح بالتجاهل التام. مش عارف القيادة العامة السابقة كان ضعف أجهزتها، بدأت عن التشكيلات العسكرية، ما كانش في مناورات بالقدر الكافي، تضخم حجم القوات دون تناسب مع المهام المختلفة، سوء اختيار القادة، ضعف الضبط والربط. أسباب كتير قوي قالها صادق واتكلم عنها وباستفاضة، وبعضها كل ده ممكن سليم. لكن أنا بقف قدام تقرير واحد في التقرير اللي التقارير اللي اتكتبت في هذه الفترة، مش لأنه كان قريب، رأيه كان قريب مني، لكن ده تقرير عبد المنعم رياض. عبد المنعم رياض كان موجود في جبهة الأردن، وعبد المنعم رياض كان موجود في الجبهة الأردن وشاف اللي حصل وجرى اللي حصل، لكن هو ما كانش مدرك او ما كانش شايف بالظبط ايه اللي كان بيجري في الجبهه الاردنيه. هو كان حاسس ان في حاجه بتحصل، وحاسس انه في شيء، انه مش طبيعي اولا واحد يروح يوم 31 مايو ولا اول يونيو وبعدين يبقى عليه ان يقود عمليات. فعبد المنعم رياض راح لمده 3 ايام وشاف الجبهه الاردنيه كلها وايه اللي حصل عليها وايه اللي وقع فيها، ولم يكن بالطبع يدري لا ايه الموقف السياسي ولا الخلفيات السياسيه ولا ايه اللي الملك حسين قالوا وهو في هذا انا مستعد افهم، مستعد افهم الملك حسين في هذا الوقت كان قلق على مملكته ان تنفجر، وانه راى ان يساير ما هو واقع في مصر، لكنه متخذ احتياطاته واجراءاته. انا في ده كله انا زي ما كنت بقول باستمرار لا استطيع ان احاسب طرفا خارج مرجعيته هو كده وانا عارفها من الاول، ما اقدرش ادعي عليه باكثر من هذا. فعبد المنعم رياض رجع، المعركه خلصت في الاردن، والاردن وقف اطلاق النار من يوم 7 وكان 6 و7، وعبد المنعم رياض رجع
اظن رجع يوم الجمعه الصبحيه، وانا ما عرفتش انه رجع. لكن عبد المنعم رياض كتب تقرير اول، وحتى اظن كتب وهو في الاردن، اول ما رجع كتب تقرير مناقشه موضوعيه لسير العمليات في الجبهه الاردنيه والاستنتاجات والدروس المستفاده. هو كتب وصفه ايضا من القياده المشتركه مركز القياده المتقدم في عمان. فبيقول ايه؟ بيقول القتال حصل كذا وكذا 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 في القتال، لكنه واصل لنقطه مهمه جدا، واظن هنا قريبه في اعتقادي مما كنت اتحدث فيه، عن انه كل العيوب العسكريه اللي شفناها كلها صحيحه وصادقه، وكل المفاجآت وكله، لكن في حاجه كانت اساسيه غايبه في 67، وهي قيام الدوله، فكره الدوله. عبد المنعم رياض بيقول ايه هنا؟ بيقول الدروس المستفاده: اول واحد، ان خوض معركه مع العدو يلزمه التنسيق والتحضير المسبق، والذي حدث هو أن القيادة العربية الموحدة التي كانت قائمة بهذا العمل قد شلت أيديها قبل المعركة بحوالي سنة، وعليه لم يكن هناك تنسيق بالمعنى المفهوم، ولم يكن هناك تجهيز لمسرح العمليات بشكل مقبول، والقيادة المتقدمة التي شكلت قبل المعركة بأيام لم يكن في وسعها أن تفعل أكثر مما فعلت، وهذا خطأ بين للسياسة العربية التي جنت على الجندية العربية قبل أن تجني عليها إسرائيل. أنا أعتقد أنه عبد المنعم رياض هنا لمس صميم المشكلة أن احنا جميعا العالم العربي كله لم يصل بعد إلى مرحلة دولة ومؤسسات الدولة. عبد المنعم رياض في ذلك الوقت كان متأزم جدا، لدرجة لما طلع قرار تعيينه رئيس أركان حرب مكلف بالتخطيط، أنا فاكر أنه شفته في هذا الوقت، وحتى حكيت لرئيس عبد الناصر على المقابلة، أنه قال لي طلع قرار بتعييني رئيس أركان حرب، لكن أنا مش متأكد قوي أنه بعد اللي لحق بيه في عمان ده، هو كان معتقد، قعد لفترة معتقد أنه هو مسؤول عما جرى في عمان، وهو مش قادر يتصور انه هو ما كانش مسؤول عن حاجه لواقع الامر، لكن هو الراجل بضمير عسكري حي كان قلق يعني. فبيقول لي انا مش عارف ازاي يعني كيف يمكن وقد حدث ما حدث في الاردن وانا موجود هناك ان اجيء لتولي مسؤوليه التخطيط لمعركه قادمه. لكنه هنا انا بعتقد انه عبد المنعم رياض ما كانش مسؤول، يعني عبد المنعم رياض ما كانش موجود لما طلع كتاب افي شلايم اللي بيقول فيه انه بيحكي فيه تقريبا بيحكي كل حاجه عن الملك حسين، والملك حسين بيقول فيه لافي شلايم، او على الاقل افي شلايم بينقل ضمن محادثاته مع الملك حسين ان الملك حسين بيقول له لم يكن بالحرف لم يكن في استطاعتي ان اسلم قياده جيشي الى جنرال مصري يتلقى اوامره من جنرال متخلف في القاهره. هو قال ايديوت بعتوه في القاهره. سواء كان ده صحيح او ده مش صحيح، انا بعتقد انه الملك حسين ايضا هي كان متجني على عبد الحكيم عامر، وايضا عبد المنعم رياض كان بيحمل نفسه مسؤوليه وهو ملوش دعوه بيها. ولكن اظن انه جمال عبد الناصر كان على حق في انها معركه قادمه، وانه عبد المنعم رياض فوزي يستطيع ان يحدث ديسيبلين، وانه عبد المنعم رياض يستطيع ان يخطط وأن يضع خطة، ولكن لابد أن يكون هذا في إطار تصورات أوسع من كده جدا، تصورات دولية، تصورات لعالم مختلف، تصورات لعالم عربي مفاجأ بصدمة كبيرة جدا، تصورات لشعب خرج بمشاعره، لكنه بعد المشاعر يحتاج إلى أن يثق، إلى أن يتأكد أن هناك إرادة حقيقية موجودة في موقع صنع القرار. تصبحوا على خير.